السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبسوطين وحياتكم حلوه ومعاكم فلوس وناجحين. افرح يا عم وانبسط، الدنيا جميله وكده كده كلنا في الاخر هنموت يعني. لا 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 لا. يا عم ما تشيلش الهم، ما معكش فلوس قوم يا عم اعمل لك كوبايه شاي ببلاش وروق على دماغك، مش عايز حاجه تاني من الدنيا. النهارده بقى معانا العلاقات، يعني الكابلز بس اللي انفصلوا، الناس اللي مكمله ديت يعني ربنا يعينها بقى في حياتها. معانا بقى العلاقات النهارده اللي ما كملتش، يعني الردح، يعني التلقيح، يعني قلنا وقالوا، يعني العلاقات اللي اكتر حد بيطلع منها كسبان هو المأذون. ما احنا بقى لازم نستفيد من العلاقات دي، فاحنا النهارده جايين بقى يا جماعه نتعلم من اخطاء الغير، نتعلم من الاخطاء بتاعت الناس التانية، نشوف بقى هم غلطوا في ايه عشان احنا ما نغلطش فيه او نغلط فيه. يعني كده كده قلت لك كله هيموت عادي، يعني جرب واغلط. لا 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 لا. فالنهارده بقى هنشوف كل علاقه وهنقيمها وهنقول يستاهلوا يرجعوا ولا لا الحمد لله قدر ولطف، ولا ربنا نجدها نوسه. فيلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. بس قبل ما نبدا، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت والحاجات الحلوه ديت عشان انت حلو. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم اقول لكم الحقونا، هو في مرض اسمه سرطان؟ الحقونا، الحقونا بجد. السلام عليكم يا جماعه، رب الناس كلها تكون بخير. احنا طالعين نقول لكم خبر مش عارفين نقوله لكم ازاي. انا وريم اتطلقنا. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ انا وريم اتطلقنا النهارده، طالعين نقول لكم بقى ان احنا اتطلقنا. انا وريم اتطلقنا خلاص، يعني مش هنكمل حياتنا مع بعض، سيبنا بعض. واحنا مش طالعين نقول اسباب او ليه ده حصل، لان دي حاجه تخصنا احنا وتخص حياتنا الشخصيه. بس هي فعلا تخصكم، انا معاك ان هي فعلا تخصكم. خلاص الفيديو خلص، اقفل الفيديو. احنا مش عايزين الناس تتضايق ومش عايزين الناس تزعل، لان احنا متفائلين بالخير ان شاء الله. وانا كواحد عايش في كفر مطوبس، ليه هزعل ان اتنين عايشين مثلا في الشيخ زايد اتطلقوا؟ انا مالي يا اسطى؟ هو انت ابن خالي؟ هو لو ابن خالي طلع انا مش هزعل عليه، ما يطلق. ان ربنا كاتب لنا حاجه كويسه لينا احنا الاثنين وحاجه خير ان شاء الله. واحنا كمان الحمد لله راضيين بالقرار ده، فمش عايزينكم انتوا تحبطوا بحاجه زي كده. احنا راضيين، يعني انا وهي انفصلنا احنا راضيين جدا. فانت ما تحبطش يا حبيبي، يعني قوم ذاكر، قوم شوف اللي وراك، انزل شغلك، ما تزعلش. انت ليه مش عايز تروح الشغل؟ ليه؟ عشان انا وريم انفصلنا؟ لا يا حبيبي، قوم انزل الشغل يا حبيبي، قوم اعمل اللي وراك. انا بقالي 10 ايام مش عارف اشيل المزيكا دي من دماغي ولا حتى الرقصه بتاعتها. البوز بس اللي الفيديو بادئ بها هي غريبه شويه، يعني لما في حد يبقى طالع يكلمك كده ده مثلا لسه لاعب ترابيس فعايز يبين لك الترابيس. محدش يحكم عليا. انت هتعمل ايه يا مجنون؟ احنا عرفنا سبب الطلاق، يعني مش محتاج ان في اي حد يطلع يوضح. الفيديو ده باين كل حاجه، يعني الفيديو ده باين كل حاجه، وضح ان هو ما بيعرفش يرقص. فريم زعلت من الموضوع ده جدا، يعني ازاي اعيش مع حد مش بيعرف يرقص؟ متجوزه الفيومي؟ لا طبعا، لازم نسيب بعض دلوقتي. انا اقيم العلاقه ديت ان هي كانت علاقه حلوه، معرفش انا ما كنتش متابعهم يعني، بس هي الناس كانت بتقول. فانا الصراحه اقيم العلاقه ديت ان هم نديهم فرصه تاني، على اساس ان انا يعني وكيلها ولا حاجه. متعوده ان انا انام وهو معايا في المكالمه. جيت في مره، دي بقى العلاقه اللي انا كنت واخدها قدوه بقى. انا كنت الاثنين دول بالنسبه لي هم دول المين جول بتاعي في العلاقات. ترن عليه ما كنتش بسال عليه خالص، فضلت كذا يوم مطبقه، فجيت رنيت عليه قلت له طب ممكن طلب، قال لي قلت له ممكن انام في المكالمه بعد كده تقفل، قال لي طب اقفلها عشان ما اهزكيش. طبعا برضو هنا يعني سبب الانفصال واضح طبعا. سوزي كانت وهم متخانقين بيتكلموا عايزه تنام على صوته، حاسس ان هي كانت شايفاه وائل جسار. بس سبب الانفصال واضح، يعني اكيد طلع صوته وحش، ما استحملتش طبعا، قالت له لا لازم ننفصل. سايبين بعض، رنيت عليه ممكن انام في المكالمه. بقيت واحده غيرها بجد؟ ايوه برضه. امتى حبيت واحده غيرها؟ امتى حبيت واحده؟ واحنا في الحضانه، وانا في الحضانه كانت في واحده عياطها في طرب، حبيتها، وقعت في التون بتاع صوتها. عشان تضربني تاني يا طارق، تضربني في مناخيري. ما هو يضربك فين يا سوزي؟ يعني ما فيش في وشك مكان، وانت اصلا انت بتتخانق مع راندي اورتن بتضربها في مناخيرها ليه يا اسطى؟ ده انت انا مالكش اي دور، ده انت كان دورك في المسلسل بتجيب ميه عشان ناصر شري. مش ده ملوش علاقه. التاني كان طارق تاني، التاني كان اشقر، كان ابن الفنان حسن يوسف. مش اي حد اسمه طارق هو اللي كان بيجيب له ميه. في الاخر تضربني تيجي على تمره. مش انتي برضو التانية اسمها ياسمين. عملت لي خرم في مناخيري، والله لا اعمل لك خرم بس مش في مناخيرك. ايه لا هو اوريدي معمول. انت عارف اعمله لك فين. مش عايزين نعرف، احنا مش عايزين نعرف بينك وبينه. افضل ابعت لك على الجرايد ما بتردش. تكبيس. ايه انت هتخيبي ولا ايه؟
برايفت ده عادي يا طارق، اللي هو الخاص. تقييم العلاقه ديت 1/10، مش 1/10، لا 1/10، اللي هو 0.1/10. ويعني تقييم العلاقه ديت ان الحمد لله يعني ربنا نجدها نوسه. ممكن توفروا تكاليف الفرح وتوفروها ان انتوا تجيبوها حاجه. انا كنت والله حجزت قاعه، قسما بالله حجزت قاعه والريسيت موجود بتاع القاعه. اللي ما اعرفش مين دول يا جدعان، ده دكتور اسلام كان متجوز دكتوره اسراء، يعني علاقه طبيه في جدل عليهم يعني. فاول ما جيت لقيتهم بقى مجهزين لنا قايمه، وهم اصلا او اسراء ما جابتش اصلا حرفيا معلقه معاها. مجهزين لنا قايمه بكام بقى؟ ب 2 مليون جنيه. ده مجهز عقد في اكرم توفيق في النادي الاهلي 2 مليون جنيه، هيتجوز مروان عطيه. بس كده لا، ده كمان حاطين في القايمه دي بالاضافه ل 2 مليون جنيه اللي هي القايمه مستحقات، حاطين 500 جرام ذهب. ليه يا عم؟ اميره الذهب 500 جرام ذهب اكيد فالصو. بعد ريكورد تقريبا حوالي 10 دقائق او مش عارف يعني، تمام. ريكورد كبير جدا، اللي هو انا مش عارف بتتريقي عليا في يعني هي كانت بتشتم والدتي، انت بتتريقي عليا وانا في علوم وانت اصلا اللي في دبلوم. دي خناقه علميه بقى. تعالي بقى نشوف شهاده مين اللي اقوى بقى. تمام، انت بتتريقي مش عارف عليا، وانت مش عاجبك مش عارف في اسكندريه ومش عارف ايه، يا كذا يا كذا يا كذا يا شين يا سين يا صاد. يا شين يا سين يا صاد. شين ماشي، شين ماشي، سين شتيمه بحرف السين، شتيمه بحرف السين. يا صاد، يا صاد قالت لها يا صاد، شتيمه بحرف الصاد. يا ايه دي؟ يا صاد يا صاد يس. مش عارف، الموضوع ده صعب يعني. لما في قاموس الشتايم عديت دلوقتي تقريبا ما لقيتش شتيمه بحرف السين او الصاد. يس مش عارف. وبعد كده بلكتهم. انا وقفت متنح كده، اللي هو مش عارف اعمل ايه. يعني اي حد مكاني لو لقى مراته بتشتم امه بالشكل ده، اي حد مكانك لقى مراته بتشتم امه هيروح يضرب امه عشان ردت على مراته. معروفه دي معروفه في اي حته. هيضربها بالقلم اقل حاجه يعني، تمام. اي حد مكاني كان يضربها بالقلم. انا ما عملتش كده. انا شكرتها اللي هي عملته، وكتر خيرها ان هي ما ضربتنيش انا كمان. يعني كان وارد تضربني انا كمان، بس انا لحقت نفسي الحمد لله. انا كنت في نص هدومي يعني، انا زعلت من اسراء وما اتكلمتش معاها اليوم ده. كنت زعلان متضايق طبعا، يعني امي واختي بتتهان. لا يا اسراء، شتمت امي وعملت لها بلوك. ده مضايقني قوي. لا والله ابدا، والله لن نتخاصم. لا خدي بقى الاصعب. ده كمان كانت زعلانه ان انا بقول لها يا اسراء طيب مقابل ده، طالما انت مش بتشتغلي حاليا، مش بتدي دروس للكيمياء، وقف دروس ثانويه عامه، تمام، مقابل ده ساعديني طيب في الشغل بتاعي. يعني ايه؟ يعني مثلا اعملي لي مثلا مونتاج لفيديو مثلا شطرنج. سبب الانفصال يا جماعه اللي انا ما كنتش عايز اقوله، سبب الانفصال بيني وبين اسراء ان هي ما كانتش بتعرف تعمل مونتاج. القطعات بتاعتها في المونتاج وحشه جدا. كانت بتعمل مونتاج على كاب كات. يا حبيبتي طب ما تتعلمي بريمير واعملي. طب يا اسراء، الطلبه اللي بتشترك في كورس الانجليش بتاع ثانويه عامه بتاعي ردي على الطلبه وانا اشرح. وده سبب تاني برضو ما كنتش عايز اقوله، ان يا جماعه ما كانتش عايزه تبقى كول سنتر بتاعي. تمام، جايه من يومين تقول لي ايه، انا شغاله خدامه عندك عشان ارد لك على الطلبه، ولا شغاله اسيستنت عندك. لا المرتب مش عاجبني. هو عرض عليا ان انا اكون اسيستنت بتاعته، اشتغل كول سنتر، ارد على الطلبه. 1200 جنيه ليه؟ 1200 جنيه انت متجوز عبده؟ لا انا يا جماعه انا ضحيت بالمعادله بتاعتي، المعادله اللي كنت شغال عليها، اللي انا اصلا فتحت قناه الشطرنج عشان اتربح منها. مين مهتم بالشطرنج؟ مين بجد غير العيال بتاعت كليه علوم بتاعت قسم كيمياء جيولوجيا والعيال بتوع كليه هندسه اللي هم بيبقوا بقالهم 6 سنين في الكليه. طب ما انت لو سبت الشطرنج وركزت في الكليه هتنجح. قسما بالله وربنا حاسبني على الحلفان ده. ضحيت بالمعادله بتاعتي، تمام، ضحيت باول امتحان. على فكره امتحان الجراحه انا ما دخلتوش. طب يا جدعان اللي ما يعرفش ان هو ضحى، دي المشكله بقى اللي قلبت الدنيا، ان دكتور اسلام ضحى بقناه الشطرنج. ما اعرفش دي الصراحه دي حاجه صعبه في قوانين الشطرنج ولا لا، بس فكره ان حد يضحي بقناه الشطرنج دي قمه الوجع. يعني ان هو ضحى عشانك بقناه الشطرنج، وانت في الناحيه الثانيه كنت عامله قناه تعليم الناس دومنه. لا انتوا بقى كنتوا تشوفوا قهوه وتحلوا فيها الموضوع ده، لان الموضوع ده ما يتحلش في البيت، الموضوع ده يتحل على قهوه. علاقه الدكتور اسلام والدكتوره اسراء الصراحه اديها 2 من 10، والحمد لله قدر ولطف. يعني الحمد لله قدر ولطف. اقسم بالله كان بيقول لي كده، والنعمه دي كان بيقول لي هتبلع عليكي بالكلام، والنعمه دي على عيني. رغيف الحواوشي يا ام خالد، يعني رغيف الحواوشي ملوش ذنب في الموضوع، والنعمه دي على عيني تتقلب عليا لو بقى. ده حواوشي اسكندراني ده ولا حواوشي اللي هو بيبقى عجينه البيتزا؟ قال لي هكره الناس فيكي
الناس اللي بتحبك دي هخليها انت خدتيه من حد بياكل. الواد خالد كان بياكل وانت نتشتيه منه، رجعي له رغيف الحوش واحلفي احلفي بالله عادي، احلفي بالله. من كتر ما هو ما كان غيران مني وكان غيران من نجاحي وغيران وغيران وغيران. انا بحلف بالنعمه على عيني. كمل يلا يا خالد، يلا يا خالد، يلا يا خالد كمل رغيف الحوش ده انا حلفت بيه. اوعي تنسي نفسك، انت حيلتك اللي يستعر من اصله يبقى مش حلو، والسيره الطيبه السيره احسن من الفلوس. ابو خالد هي اسمها السيره اطول من المسيره، انت كنت عايز تقول دي بس لقيت ان هي مالهاش علاقه بالموضوع. واحسن من اي حاجه في الدنيا، السيره احسن من اي حاجه. يا جدعان اللي بيبعت الجفتات، يا جدعان اللي باعت الفيل ابو زلومه يا اسطى، انا دلوقتي انا بتخانق. ابعت اسد ماشي يبقى شكله حلو في اللايف، لكن ما حدش يبعت لي فيل بالزلومه يا جدعان، انا متعصب. تبقي تتكلمي كلمه حق، لما تمسكي الورقه بتاعت الطلاق تبقي تتكلمي كلمه حق. الو ايه يا اسطى؟ اقفل بس دلوقتي عشان انا طالع لايف بطلق فيه مراتي. خلص الطلاق ده واكلمك، سلام. تروحي عند امك ما اشوفش وش امك هنا، ماشي؟ يلا فلتر بس يا ابو خالد، الفلتر عشان مش لاقي على الزعيق، يعني حط فلتر خشن شويه. يلا ماما مع السلامه. بتلمي حاجتك؟ بلم حاجتي. طيب لم يلا. انا ما يلا تمام. انا بصورك بس عشان ايه؟ عشان يبقى انا كده قدام ربنا. اعبس جمله سمعتها في حياتي، انا بصورك عشان ابقى قدام ربنا. اي كلام هقوله دلوقتي ده كلام الحادي، فانا مش هينفع اتكلم، بس اللي انت قلته غلط. انا بصورك النهارده عشان بنعمل الفلوج لما طردت ام خالد وديتها عند مامتها. انت اللي زيك عنده ضمير. الحمد لله. وانت يلا حبيبي مع السلامه. طب انا عملت ايه؟ طيب انا عملت ايه؟ انتوا الاثنين بتتخانقوا دلوقتي، انا ايه ذنبي؟ انا معاكم هنا ومعاكم هنا، انا جدعان، انا جادد وساكت، خلي بالكم يا جدعان. هتقعد؟ لا يا اخويا ما تقعدش، روح معايا يا حبيبي. تردش عليا خالد ما روح معايا مع الف سلامه حبيبي. يلا ده يا جدعان ده مش طرد، دي مش عمليه طرد بره البيت، دي استعراض للدولاب، بنعمل عمليه عرض للدولاب وايه محتوياته. تعالوا اقول لكم بقى خدت ايه في شنطه سفري وانا ابو خالد بيطردني. من وجع مين زي دقوا في الزمن ده وجربوا. يا ما ابتلاني بالهموم، يا ما الدموع نزلت في كاسي وانا اشربه. ده سبب من اسباب الطلاق ان ابو خالد كان بيحب يغني كتير، وطبعا احنا شفنا النتيجه، يعني واضح ان ابو خالد ودنها موسيقيه فما استحملتش النشاز ده. قدمتش ايه للناس انت غير اديله يدي؟ اديله يدي يا ام خالد، في ايه؟ A few moments later. اعتيله. ده انت كريتيف قوي يا ابو خالد. انا اصلا من الخليج، انا عندنا في الخليج بنقول اعطي، فاعطي له اعطي. امي خالد التوب وابو خالد هو الحب. سبب من اسباب الطلاق بعد الفيديو ده، هم شافوا الفيديو دوت قالوا والله لا نتطلق عشان الراجل ده ما يعملش علينا اغاني تاني. اتنين سيطرة حتة سكر اصلي والباقي فوتوشوب. امي خالد اديله ادي وابو خالد اعطي له اعطي. يا ابو خالد اهدى وهدي. لا ابو خالد اعطي له اعطي، انت كنت حطيت دي. ننسى الخلافات وبلاش خناقات، كل المشاكل هتعدي. صلوا على النبي ده شيطان ودخل بينكو يا جدعان. يلا استحملوا اسكوا وكملوا علشان خالد وريان. في حد ضربهم عين فرق بين القلبين. غلاوي حسود عينه فيها عود يخفكوا شر الحاسدين. يعني لو كان في امل للرجوع فالاغنيه دي نهت على الامل دوت، خلاص كده ما فيش رجوع. هم سمعوا الاغنيه ديت والله ما احنا راجعين يا جماعه. تقييم العلاقه ديت الصراحه عشان خاطر الاولاد اديها 7 من 10. هل في امل للرجوع؟ اشجع ما دام في ولاد، اشجع الصراحه، هشجع الرجوع عادي ونستحمل بعض، وكده كده كلنا هنموت في الاخر يعني. جاي هنا اقول حقيقة، سمية ما كانتش تعرف خالص اني هطلقها. فاجئتها، هي كانت بره وداخله فتحت باب الشقه، سمية انت طالق. هي كانت بتحب المفاجآت الصراحه، كانت دايما بتقول لي انا عايزاك دايما تفاجئني. فاجئتها طلقتها. لا والله سمية الشباك ما سمية سمية النجار كنت متجوز مين؟ سمية الحداد كان مهنة، كان فيها حاجة، كان فيها سمية السباك، كان في اسمها، كان في حاجة اللي هي حاجة ممسوكة. سمية الايه؟ سمية الشباك
كان فيها خشب. سمية الخشاب، سمية الخشاب. الخشاب سمية الخشاب يعني تقول اللي هي عايزاه واي حد يقول اللي هو عايزه. هم كلهم جمهوري وكلهم ناس عايزه. جنون العظمه ده جنون العظمه بقى بعد الساعه 2 بالليل. الناس دي كلها جمهوري، كل الناس دي كله بيحبني، كله بيحبني. ربنا بيرزقك بالطلاق عشان بيكون ليكي احسن. ساعات بيبقى الطلاق رزق. الطلاق رزق. طلبت الطلاق بعد ما سمعت مثلا نكته من احمد سعد. يعني هي سمعت نكته من احمد سعد، والله لا تطلقني دلوقتي، انا مش هكمل مع واحد حسه كوميدي كده. لك مره سحابه قالت لي سحابه تيجي نرتبط، قالت لا خلينا سحابه احسن. يقول لك مره تلفزيون خبط في تلفزيون راح قال له سوني. ساعات بيبقى الطلاق رزق. الطلاق رزق. الزوجة الثالثة كانت وش السعد. والله هي وش السعد عليا وهي وبنتي وان شاء الله ربنا يجعلهم قدم السعد. ومع احترامي لكل الناس اللي انا اتجوزتهم في حياتي، بس يعني ربنا كرمني الحمد لله. مش احمد سعد اللي يفشل في الجوازه رقم 16، لا. ريم البارود قالت في ظروف، كان عنده ظروف صعب. برضه هقول نفس الجملة اللي قالتها وبأيدها، عنده ظروف. هو انت هتفضلي بقى تقولي لي بطني الطحال؟ ما خلصنا بقى من الطحال، اساسا ملوش لازمه في جسم الانسان. ايه يعني لما اضيع لك طحال؟ ملوش. ايه الطحال ده بيعمل ايه الطحال اصلا؟ يعني في حاجه اسمها طحال؟ ايه يعني لما اطير لك عين مش عندك واحده تاني؟ ايه يعني لما اطرش لك ودن مش عندك اتنين؟ هو لازم ان هتعيشي بالاتنين؟ في ايه يا سمية؟ انت مكبره الموضوع ليه يا سمية؟ ملوش لازمه. طب ما يلا بقى افتح بطنك وطلع الطحال بتاعك. دي بقى خناقه جراحه يعني. دي عايزه دكتور مجدي يعقوب يجي يقعد معانا بقى يشوف مين طحاله احسن مين طحاله اوحش، ونشوف مين اللي هيضحي اكتر بقى. الصراحه تقييم العلاقه ديت نص من 10، مش لاقيين خالص، الدنيا مش ماشيه يعني. الحمد لله ربنا نجدها نوسه. اللي شفتيه في حسن مختلف عن اي حد يا ريم، جذبك. طبقه صوته اللي شفته في حسن بجد، اللي عجبني فيه طبقه صوته. كل حاجه زي ابرز حاجه يعني اجدع شخص في الدنيا، اجدع شخص في الدنيا يا جدعان. هم كانوا عاملين الفرح بتاعهم في مهرجان، كان ايه الفرح اللي فيه انترفيوهات ده؟ فرح عمرو اديب ولميس الحديدي. قناه القاهره اليوم جايه تغطي الحدث. ايوه طبعا انا واثقه فيه ثقه عمياء. كنت وهي عارفه. طيب بس كنت بس ده قبل ما اتجوزها. والست دي مثلا ساكنه في التجمع صحيح؟ او البنت دي هي في التجمع من التجمع، بس انا ما. ده مين ده اللي من التجمع؟ كنت بقول لك هي عارفه عني كل حاجه ما عدا الحوار بتاع التجمع دوت. يعني نسيت اقول البنت بتاع التجمع دي بنت كلمتني كده عملتها بلوك. دي البنت اللي انا كلمتك عليها. انا ما اعرفش حاجه. احنا نتطلق دلوقتي واحنا قاعدين على الهوا هنا. ما تعرفيش حاجه، وانا ما كنت مكلمك وقايل لك في مشروع جواز بس من قبل ما اعرفش تجمع ايه وفيلة مين. خلاص انت مش انا متجوزك دلوقتي. خلاص مش انا متجوزك دلوقتي، نتطلق وهرجع للبنت بتاع التجمع. عبستك ازاي يا دنيا وانت مش بستاني؟ يا استاذ حسن ما هي بالعقل برضو، ما هي بالعقل. هتبسطها ازاي وهي مش بستاك؟ ازاي ما انتم تبسطك وتبسطني ازاي؟ انت اللي نسيتني اللغه. عبستك ازاي يا دنيا وانت مش بستاني؟ يا جدعان يعني مفيش حد من اللي حواليه البروديوسر ولا اي حد قال له ان هي مش اسمها كده؟ ما انت طبيعي مش هتعرف تبسطها، لان مفيش حاجه اسمها تبسطها اصلا. هو مفيش حاجه اسمها هي تبسطك، مفيش. دي مش موجوده. انت على كده لما جيت تطلقها انت ما طلقتهاش، انت طلقتها. ما دام انت كل الحروف المفخمه عندك مرققه كده، انت تالق ما تتكلميش معايا. وانت طول الوقت قلبك على الوش التاني. ده بقى ميزه انك انت تتجوز حد بيعرف يغني. ده هيتطلق طلاق طعمه حلو. طلاق في مزيكا، مش زي الناس العاديه يجي يقول لك انت طالق. لا، ده يعمل لك اغنيه ابسطك ازاي وانت مش بستاني، انت طالق. عبستك ازاي يا دنيا وانت مش بستاني؟ انت مبسوط ليه؟ طب ما انت دلوقتي مبسوط، انت كلامك عكس افعالك. انت دلوقتي مبسوط وانت بتقول ان هي مش بستاك، بس انت دلوقتي مبسوط والله. وانت طول الوقت قلبك على الوش التاني. يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا. هو كل ده ما اذكيش؟ لا، هو بيعمل حاجه هو شايف من وجهه نظره ان دي حريته. بيخوني، هو بيعمل حاجه ديت حاجه هو شايف ان هي عاديه، هو حريه. انا عليا انا يا تقبل يا ما تقبلش. طب هو اللي يخون مراته في نهار رمضان على حد قولك ده بيحب مراته؟ لا انا اللي ضايقني موضوع نهار رمضان. انا ما اتضايقتش من الخيانه، بس هو خاني في نهار رمضان. انت عارفه لو كان بعد الفطار، لكن هو فطر. مش هكمل حياتي مع واحد بيفطر في رمضان.
وكان مفروض. حاسس بس ان انتوا ممكن تسيبوا ايد بعض عشان نكمل الفيديو، عشان انا متوتر، انا عايز اكمل الفيديو عادي، بس انتوا مش في حديقة الربيع. سيبوا ايديكم بس وهكمل الفيديو عادي. هستحمل حاسس ان هو بيغني، بس مش هستحمل مسكة الايد دي. ما احبكش. محمود الليثي باصص له اكنه واقف جنب الفنانة فيروز. في ايه يا اسطى؟ انت موترني والله العظيم، موضوع موتر. ولو حبيت ما بينش. الله الله. وكان مفروض ما احبكش. الله. ولو حبيت ما بينش. محمود الليثي بعد ما كان بيحبه خلاص جاب اخره بعد ما وصل للطبقه دي جاب اخره. الفيديو ده سبب من اسباب الطلاق طبعا، يعني هي خلاص حسن كان بيصحى الصبح يديها واحده طرب ما استحملتش. فانا بالنسبه لي العلاقه دي يعني ربنا نجدها نوسه 0 من 10. وبس كده يا جدعان. دي العلاقات اللي اتدمرت، دي العلاقات اللي اتكسرت. الصراحه كفايه، لان انا ودني وجعتني من الطبقه بتاعت حسن شاكوش، لانها صعبه جدا طبعا. مش اي حد بيعرف يجيب العالي دوت، صعب جدا يعني. حجزت استشاره طبيه عند دكتور انف واذن، اروح انضف وداني وانضف عيني، يعني انضف برضو عيني ووداني من اللي انا شفته ده. وبس كده يعني. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو وتكتب لي كومنت تقول لي ايه رايك وعايز ايه الفيديوهات الجايه، عايز ايه. وقبل ما نختم الفيديو لازم اقول لكم الحقونا.